المدارس الاهليه ما في لو سمع عبد المجيد، ما في متابعه دقيقه للمدارس الاهليه، ما في. لو في متابعه دقيقه يكون في مشرفه مع الصغار هذولا. 6 سنوات يا رجل، اتق الله يا شيخ، 6 سنوات ما في احد معهم، ما يدرون انه نايم وراه المسكين. المؤسسه القائمه على النقل هي تمت ما بين المدرسه وما بين لو انتم موجودين ما لعبت المدرسه. لو انتم موجودين يا عبد المجيد ما تلعب المدرسه، ما تلعب باطفال صغار، ابوه دافع مبلغ مالي لانه يبغى الولد يتعلم في مدرسه كويسه، اعتقد انه المدرسه كويسه، طلعت المدرسه الان سحبتوا ترخيصها لان عندها مخالفات كثير، توكم تشوفون المخالفات هذه؟ هذه المدرسه وغيرها من المدارس تحت العين دائما وتحت المراقبه. ما هي تحت العين. أي مخالفة. احلف بالله انها تحت العين. أي مخالفة. احلف بالله انها تحت العين عندكم. وقف عبد المجيد، وقف، لا تبرر لي. احلف بالله انها تحت العين، يوميا تراقبونها. أنا سوف أقول لك حقيقة معينة. لا تعطي، ما أبغى حقيقة، أبغاك تقول لي بالله العظيم أنكم تراقبونها. لا ما بسمح لك. هناك إدارة معينة اسمها إدارة التعليم الأهلي والأجنبي. الإدارة اللي موجودة في التعليم الأهلي والأجنبي تقول لك أنه في باصات مستأجرة وفي عمالة مخالفة. أنت ما تنقل مواشي، أنت تنقل طلاب، تنقل عيال ناس. أخي الكريم، أي مخالفات ترصد، تأكد تماما على موقع الإدارة. لو دخلت على موقع إدارة التعليم سوف تجد قائمة معينة. كم مدرسة أغلقت لأنها تعبانة؟ كم مدرسة عندك في جدة أغلقت لأنها تعبانة؟ ادخل على موقع ما ابغى، انا مو شغلي ادخل، شغلك انت تقول لي ايش سويتوا. اي مخالفات تغلق المدرسه ويسحب الترخيص او تعلق. كم مدرسه سحبنا؟ موجود على موقع الاداره، بامكانكم كان انت ما تعرف كمتحدث رسمي؟ وبامكان اي قارئ انه يدخل على موقع الاداره ويعرف الاسباب التي اسم المدرسه، يعرف المدرسه ويعرف الاسباب التي أدت إلى تعليق أو إغلاق هذه المدرسة. أنت كمتحدث ما عندك معلومة؟ العدد بالتحديد ليس عندي معلومة، لكن لو رجعت إلى موقع أنت طالع في قضية قتل يا أستاذ. هذه لا نرضى فيها، لا نحن ولا أي أحد. ما حد يرضى، ما حد قال لك ترضى ولا ما ترضى. أنا أسألك أقول لك هذا اللي قاعد يصير في التعليم الأهلي يعني مقنع لكم؟ إنه عندنا تعليم أهلي بهذا الشكل؟ أكيد غير مقنع. طيب إيش تسوون؟ إيش ممكن نسوي؟ نحن نحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا الاخرين. ايش حاسبت نفسك فيه؟ انت مدير التعليم، الحازم والحاسم اللي سوى القرار اللي انت تقول كان حازما مع المدارس، وش هو؟ نحن نتابع فيما يخص القضيه هذه، نتابع التحقيقات التي تقوم بها الجهه الامنيه المختصه، وعلى ضوء هذه التحقيقات سوف تتخذ القرارات الحاسمه سواء فيما يخص إدارة المدرسة أو ما يخص ترخيص المدرسة. كم مدرسة بتغلق الأسبوع هذا في جدة عشان ما نفقد غير عبد الملك يا أخي؟ أو ما يخص كم مدرسة بتغلق في جدة يا عبد المجيد؟ هذا الكلام ما أبغى الكلام ده، أبغى رقم، أبغى معلومة. كم مدرسة ستغلق الأسبوع هذا بإذن الله في جدة لأنها تعبانة؟ شوف أخي الكريم، أي مدرسة ترصد عليها مثل هذه المخالفات سواء قبل أو بعد سوف تغلق. عبد المجيد هذه نفس راحت، أتمنى أنه مدير التعليم ينزل للمدارس يشوف المدارس اللي قاعد تلعب في أعمار الناس واللي قاعدة تجيب كأنها تنقل مواشي. اللي قاعد يصير هذا كأنه نقل مواشي، وقاعد يستاجر من شركة ثانية ولخبطة ما أدري وين رايحة وين جاية. أرجوكم يا عبد المجيد، هذه أعمار. أم الولد الآن مقهورة وأبوه مقهور. أكيد ونحن مع